خسرت اليو اس ام دالجي، خسرت بزاف، بل بسبب العسكر وبسبب شنقريحه اضاعت الكثير من هذا، فرصه كبيره باش تتالق على المستوى القاري. ما وقع اليوم تمت اهانه العصابه اهانت نفسها بنفسها، ولكن نادي نهضه بركان ادب عصابه العسكر وبرافو عليه، وكانهم كانوا دونزان كيما يقولوا اوبيراسيون. والله العظيم لا كتيبه قتاليه بتريكو بقميص عليه خريطه المغرب، زعزع اركان هذه المافيا وهذه العصابه نتاع العسكر المجرمين الخونه نتاع الجزائر والخونه نتاع شمال افريقيا. والجزائر راها تخسر نون سولمون كي نتكلموا على الرياضه، راها تخسر احترام العالم بسبب هذه العصابه، بسبب هؤلاء المرضى. منين عندكم مشكل روحوا انسحبوا من لاكاف. وانا اللي يؤلمني كثيرا هو ان الرياضه في الجزائر التي تمت عسكرتها مثل ما تم عسكرة وزاره الخارجيه، مثل ما تم عسكرة رئاسه الجمهوريه وكل مؤسسات الدوله، يؤسفني ان ما زال البعض من بني وطني يثقون في هذا العصابه نتاع ليفوي. ولكن انا فرحان في نفس الوقت، يعني تاسف لنادي اتحاد العاصمه طبعا، ولكن والله العظيم ما كاش واحد راه فرحان اكثر مني بالصفعه اللي داتها لاجونت ميليتير اليوم. ما كاش واحد راه سعيد جدا اليوم اكثر مني بالهزيمه النكراء التي هي تسبت فيها، هي اللي تسبت فيها. الناس ماشيين يلعبوا الاخر وبنيتهم انهم باغيين يلعبوا ماتش باش يربحوا وباش يدوا لا كوب دافريك، بصح هذاك التريكو المبروك، هذاك لو مايو اللي فيه البركه نتاع نادي بركان اعطى طريحه للعسكر. الان بالنسبه للشعب بعد هذا الشيء اللي وقع، انا ناكد لك بان الناس، الانسان العاقل، الانسان اللي عنده المنطق في دماغه ويفكر بشكل سليم، ما غاديش يقبل بهذه الفضيحه، وما غاديش. وانا نقولها لك بناء على مع تواصل به مع الجزائريين واللي نتواصل معهم تقريبا هم من اصناف العقلاء، لاننا المجانين ما نتكلمش معاهم. والمشكل نتاع العصابه هذه سيكون مرضوا بزاف الجزائريين، وهذا امر ماهوش حديث اليوم، هذا 60 سنه وهذا البوفوار يحكم في الجزائر. دونك المشكل معقد جدا، المشكل معقد جدا. لكن ما حدث اليوم اننا قد نعتبره من قراءتي السياسيه انه امر ايجابي، لانه غادي يزيد الوعي ويزيد يفيق الجزائريين اللي مازال راهم في سبات ومازال يشوفوا في هذه العصابه على انها تحب الوطن وتحافظ على سيادته وكذا وكذا. اليوم الحرار نتاع بني زناس اصحاب بركان عراو وكشفوا حقيقه هذه العصابه، كشفوا حقيقه هذا العسكر اللي يتاجروا بهذه القضيه، واللي يقولوا للعالم باللي احنا هذا ملف الصحراء ما احنا ماشي طرف فيه، وكاين طرفين هما المملكه المغربيه والبوليساريو وحنا خاطينا. اليوم العالم باسره اش راه يقول؟ ايزون انولي لو ماتش اكوز دو بوليساريو. شكون اللي غادي يصدق الكذب نتاع هذه العصابه دروك في الخطاب تاعها السياسي؟ ولا احد. ونتمنى، انا قلتها في الميدي قلت لهم باللي نتمنى الاعضاء نتاع مجلس الامن يشوفوا الفضيحه نتاع هذه نتاع قميص نادي نهضه بركان، باش يعرفوا شكون هو الطرف الفعلي، شكون هو الطرف الرئيسي، شكون هو المحرك نتاع هذا الصراع في المنطقه نتاعنا. وبالتالي الاسقاط، يعني تغيير الوضع في الجزائر ماهوش مرتبط بذهاب شنقريحه وتبون. يمشي شنقريحه وتبون ويبقى هذا النظام يجوا ما اسوء منه، يجوا ما اسوء منه. انا اللي بغيت نقولها خصوصا لبني وطني بان التغيير يتطلب تغيير الذهنيات. ماهوش انك انت عندك مشكل سياسي مع بلد، يجي هذاك الاخر باغي يلعب كره قدم، تروح تخلط الرياضه بالسياسه وتعشي خاسر الرياضه وخاسر السياسه وخاسر سمعه بلادك على المستوى الدولي. وهذا الشيء اللي وقع بالنسبه لقميص نهضه بركان هذا درس للجميع، درس لمن يظن بان بخبثه يقدر يهزم اصحاب الحق. لان احنا المنطقه نتاعنا عندنا طرف، وانا كنت كتبت مقال رديت فيه على احمد عطاف عندما وقع سجال بينه وبين السي عمر هلال داخل مجلس الامن. قلت له اذا كان تربط قضيه الصحراء المغربيه مع القضيه الفلسطينيه غادي نتفق معك في نقطه واحده، وهو الطرف الظالم المشترك. كاين طرف ظالم في القضيه الفلسطينيه هي اسرائيل، وكاين طرف ظالم في القضيه نتاع الصحراء المغربيه هي للاسف بلادي اللي تحكم فيها هذه العصابه.